السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. وغبرنا عليكم غبرانيت، هو غير مع الوقت وصافي. الظروف ما كانتش مساعدانا وصافي. المهم انا رجعت معكم، غنبدا نلوح لكم في الفيديوهات. المهم اللي درتها غادي نبدا نشاركها معكم، ونتمنى تدعمونا بلي لايك وبلي زابوني ان شاء الله. ياك نتوما كاملين بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، لا نتوما لا وليداتكم لا عائلاتكم. والحمد لله. المهم راني جيت نشارك معكم غير الغديوه ديالي ان شاء الله، وباش المهم غير باش ما نغبرش عليكم وصافي، قلت نبدا نحط لكم فيديوهات. دابا غادي نشارك معكم الغدا طويجين على قد الحال وصافي. هانتوما كتشوفوا هنايا غير هذا غير بيبي، ولكن كنديرو بالطريقه ديال اللحم، كيجي زوين، كيجي بنين، وكتجي فيه البنه ديال بحال كتاكلي اللحم. هو كلشي كيعرف يطيب طاجين، غير قلت نشاركو معاكم وصافي باش ما نغبروش عليكم وصافي. المهم كل مره غنبدا اللوح اللي درتها غادي نشارك معاكم وصافي البنات. هادشي اللي كاين، ياك كلشي بخير. هنا راه مريم كتصور فيا، غايبه لكم شويه التصوير ناقص، ولكن نتمنى تقبلوا علينا البنات. وغتقولوا لي هذيك نوره ماشي صحيه، ولكن راه ولفتها ضروري كنطيب بها، ما كتخطانيش. واش غندير؟ المهم راه غادي ندير العطريه كامله، شويه ديال القرفه باش تجي فيه ديك النسمه ديال اللحم والسمن. كندير فيه حتى السمن ما بقاش ليا. المهم داكشي اللي عندي راني بانيت بيه وصافي. نتمنى تجربوا، راه كيجي زوين البنات، راه كلشي كيعرف يدير الطاجين، غير انا قلت زعما نشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. وهادشي اللي كاين. والبنات هنا درتو فوق البوطه يتقلى. المهم هنا راه تقلى ليا، وغادي نزيد عليه ديك البصيله اللي بقات ليا من الفوق، شويه الزيتون وشويه الحامض وشويه الربيع. المهم غير خاص غير يكون المنظر زوين وصافي، حيت العين كتاكل قبل من سبحان الله. تشوفي الحاجه كتعجبك غير بالعين، اش كتقولي راه واش زوينه ولا لا. المهم هنا راه عندي الحامض مصاير، هذا الحامض راه قديم عندي، معلك على مزوينات وخاتر تبارك الله. ايوا صافي البنات، نتمنى يعجبكم الطويجين ديالي. المهم غير جربوه وقولوا لي واش جاكم بنين. المهم حنا راه جانا بنين. وهنا البنات هو طاب، هانتوما كيفاش كيجي خاتر وزوين. نتمنى يعجبكم البنات. وهنايا البنات دزت نقدم معكم واحد البسبوسه الكوتي اللي كتجي زوينه البنات، نتمنى تجربوها وتردوا عليا. والله الا كتجي فنه بالنسبه للوليدات اللي ما كانوش كياكلوا لكم خيزو، غديروه لهم في هاد البسبوسه غتجي زوينه. المهم هنا راه المقادير عندي غير زلافه ديال السميده وزلافه ديال الخيزو محكوك، كاس ديال الزيت معامرش، كاس ديال السنيده، طانون، 3 البيضات، 3 الخمارات فانيا. هنا راه درت البنات كلشي في مره، لحقاش كنت كنسحب راسي كنصور وانا راه ما صورتش. غير هنا غير الزيت والبيض والسنيده والفانيا والملح صافي، وغادي نطربهم مزيان حتى يتجانس ليا داك الخليط مع بعضياتو. وعاد باش غادي نزيد عليه خيزو ونزيد عليه السميده هانتوما غتشوفوا معايا. ولكن راه البنات والله حتى كتجي فنه صراحه، ما كاينش اللي كيذوقها وما كتعجبوش، كلشي اللي كيذوقها عندي كتعجبو صراحه، كتجي فنه البنات. نتمنى تجربوها والله حتى الوليدات غيحماقوا عليها ان شاء الله. انا بعد ما طربت داكشي مزيان، هذوك المكونات حيدت الطراب ديال الكهربائي، وغادي ندير غير الطراب اليدوي. وانتم كتشوفوا كيفاش سبحان الله داك خيزو ما كيجيش باين بالنسبه للوليدات، ما كيجيش باين يعني ما غاديش يعرفوا، ولكن البنه كتجي مزوينه.
هنا رحت كنت غادا عند واحد السيده والده جارتي، وقلت ضروري ما ندخلش بايدي خاويه، درتها وتا هما عجباتهم بصراحه، حمقاتهم. المهم هنا غندخلها البنات الفران، ومني غتخرج نتوما معايا. هنايا البنات من بعد ما خرجتها من الفران زينتها بشويه ديال العسل والكوك، ودرت هنا واحد البطيبيطات حتى هما جاو زوينين تبارك الله. نتمنى يعجبكم لا فيديو، ودعموني البنات من لايك، واللي ما دايرش ابوني يديرها ولا لا يخطيكم، مع فيديو جديد ان شاء الله.